ايه ده الفريق اسمه ايه؟ الباسيتي بالومبي. مبابي بالومبي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا مبابي؟ ايه اللي حصل يا فينيسيوس؟ انتوا كنتوا مبسوطين ان تشابي الونسو مشى؟ الفارو اربيلو يعني ايه اللي حصل؟ في ايه؟ يعني دلوقتي انتوا هتبدأوا في سلسلة تعثرات؟ طب ودلوقتي مين ينافس برشلونة؟ دلوقتي برشلونة يبدأ يلعب تيكي تاكا على مين؟ هيكون مبسوط بمين؟ برشلونة دلوقتي مالوش منافس؟ اتلتيكو مدريد؟ لا 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 لا، فوقوا كده بيريز. انت مخبط في الدنيا بصراحة. يعني بيقول لك اربيلو دوت اول ماتش له اتخانق مع بيقول لك نجم من نجوم القمة، اظن احنا عرفناه هو مين. هيكون مين غير امبابي؟ ومبابي مش هيفضل في النادي لما يمشيه زي ما بيعمل مع كل الايه الانديه. لكن ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو مدريد بقى اضحوكه؟ هو انتوا هتعملوا في مدريد كده بعد السنين اللي اخدها في البطولات والكلام ده؟ لا 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 لا. انت فين يا تشابي الونسو؟ انت كنت طيب قوي يا تشابي الونسو، قبل انشيلوتي كنت طيب اكتر. ابكوا على كل دول. لكن المشكله مش في اللعيبه ابدا، مش في اخلاق رئيس النادي اللي كل شويه يقعد يقولك ان نجريرا. احنا مشكلتنا في نجريرا، احنا زعلانين عشان نجريرا. انت مش واخد بالك لما انت بتتكلم على الحاجه دي بتخلي اللعيبه شماعه ان هم اولا شماعه ان هم لما يجوا يخسروا يحقدوا دايما على الفريق المنافس. مفيش لعب، مش بيفكر، مش مركزين في اللعبه حتى. كل تركيزهم نجريرا. يعني اقول لك اكبر دليل المره الوحيده اللي اتكلم فيها لاعب من اللعيبه ده مسؤول كل شويه يقول نجريرا، لا لاعب من لعيبه برشلونه، لامين يامال. ايه اللي حصل في الماتش؟ اتغلب ليه؟ لانه حاطط تركيزه في حاجه احنا مش عايزين نركز في الحاجه دي. وبعد كده يعني اداره برشلونه قالوا لا ما تتكلمش في الحاجات دي. فما بالك بقى لما يكون رئيس النادي كل شويه يتكلم في الموضوع ده؟ ولما رئيس النادي كل شويه يخلي اللعيبه، وهو اللي بيعين على فكره، يعني هو اللي بيعين دلوقتي تمشي تشابي الونسو وعين اربيلوا. طب هو اللي بيعمل، هو اللي في ايده كل حاجه، ويقعد يتكلم على موضوع زي دوت؟ انسى، هتفضل كده. وطالما هو بيتكلم على الموضوع نجريرا وبعد كده ما توفقش، اذا هو بيقول كلام عشان هو في حاجه غلط. من الاخر تطلعوا من نادي ايه ده؟ في ايه؟ نادي ده درجه كام؟ احنا نتمنى طبعا ان ريال مدريد ما يكونش اضحوكه، يكون منافس قوي عشان نبدا ان احنا ان ايه نتفرج على منافسه قويه. الله يكون طبعا سوسر كل دي.